السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. كل واحد مننا في اللي مكفيه، اللي ساكن مفروش والإيجار غالي عليه وقاطه نص كل شهر، واللي عليه ديون وأقساط، واللي عنده أمراض الدنيا، واللي قاعد من غير شغل. وفي وسط كل هموم الدنيا حاجة واحدة بس هي اللي بتفرحنا في بورسعيد. الحاجة دي هي النادي المصري، اللي لما بيكسب ماتش الفوز ده كفيل انه يخليك تنسى همومك ولو ساعة واحدة بس. صحيح النادي المصري ده لا هو اكل ولا شرب ولا فلوس، لكن رمز وكيان كلنا متجمعين حواليه. ودي رسالة للاعيبة النادي المصري اللي اتمنى انها تحافظ لنا على النعمة دي عشان يكونوا دايما سبب فرحتنا مش في حرق دمنا. الف مبروك للنادي المصري وجماهيره العظيمة على الصعود للدور نصف النهائي لكاس الرابطة بعد الفوز الغالي 2-0 على الاسماعيلي في دور ال 16. الفوز ده طبعا جه في وقته بعد الهزيمه من الاسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلي في الدوري. واجمل حاجه في الفوز ده هو الاستغلال الجيد لاخطاء المنافس، لان زي ما قلنا قبل كده ان في مباريات بتكون مخنوقه بلغه الكوره والفرص فيها بتكون قليله جدا، عشان كده لازم نستغل كل فرصه احسن استغلال. خلاص فرحنا واتبسطنا، نقفل الصفحه بقى عشان عندنا اسوان والداخليه في الدوري 6 بونت لازم ناخدهم ان شاء الله عشان ندخل تاني في المنافسه على المركز الرابع، او على الاقل يبقى شكلنا حلو في الجدول. واقول تاني للعيبه يا ريت دايما تكونوا سبب فرحتنا مش سبب في حرق دمنا، لان الموسم لسه ما انتهاش ولسه عندنا كاس مصر، يعني عندنا مناسبات كرويه نتمنى انها تكون سعيده علينا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.